مرحبا بكم أصدقائنا مع استاد بدارجة، المنصة اللي كتقرب لكم جديد ملاعب المغرب بحماس وصدق. اليوم رجعنا لكم من قلب الرباط ومعانا جديد ملعب مولاي عبد الله. تابعوا معنا التفاصيل. ما تنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش ديما تكونوا من الأوائل اللي تيتوصلوا بكل جديد. السلام عليكم أصدقائي الكرام، فرحانين بزاف بعودتكم معنا من جديد في هذا الفيديو القصير اللي غادي نوريكم فيه آخر الأشغال في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. أهم حاجة كتوقع دابا هي بداية تركيب الكراسي في المدرج السفلي، وراه أكثر من 70% منهم تركب، والخدمة كتمشي بسرعة وبدقة، كيبان التنسيق المحكم بين الفرق الهندسية. وفي نفس الوقت السلالم كيطليوها كاملين باللون الأسود، وهذا الاختيار في التصميم كيعطي منظر كيقرب بزاف من شكل ملعب سان ماميس في إسبانيا. التركيز كاين على التفاصيل الجمالية وكيفاش اللون كيعطي انطباع بصري مميز للملعب. وأعمال تركيب شريط شاشات LCD مازال مستمرة في المدرجات، وهذا الشيء غادي يزيد يحسن تجربة الجمهور في الملعب، سواء من ناحية المعلومات اللحظية ولا التفاعل البصري خلال الماتشات. وزيد عليها جوج شاشات كبار تركبوا في جوج زوايا من الملعب بلا ما يديروا الأربعة اللي كانوا مخططين ليها، وهذا القرار كيبقى فيه شوية ندم حيث ممكن يؤثر على التغطية البصرية من جميع الجهات. من ناحية وتيرة الخدمة، الأشغال الأخيرة عرفت شوية ديال التباطؤ، والسبب هو أن الشركات اللي خدامة دابا في التقطيف والتغليف شركات أجنبية، ماشي بحال في مراحل البني اللي دازت قبل وكانت بيد شركات مغربية محلية خدامة بسرعة وبكفاءة. كاين نقاش بين المتابعين على حجم السلالم اللي كيشوفوا بعض الناس انها كبار بزاف وكتشوه شويه المنظر ديال المدرجات، ولكن تقنيا هاد السلالم مصممه حسب معايير سلامه جديده ديال الفيفا باش تضمن سرعه تفريغ الجماهير في الحالات الطارئه، وهذا الشيء ضروري في الملاعب اللي مخصصه لكاس العالم. درنا شوية ديال التعديلات الرقمية على الصور باش نقربوا لكم الشكل النهائي اللي غادي يكون عليه الملعب، ومع ذلك كنأكدوا لكم أن الواقع غادي يكون أحسن بزاف من أي توقع، سواء في الجودة ولا الدقة. وأخيرا فيما يخص أرضية الملاعب المغربية، كاينة مشاكل تقنية في عشب ملعب محمد الخامس بحال بطء دحرجة الكرة وضعف امتصاص الماء، وهذا الشيء بان مزيان من بعد الرش، وكنتمناو يتم تفادي هذه المشاكل في الملاعب الأخرى باش نضمنوا أرضية مثالية تحترم المعايير الدولية ديال اللعب. إلا وصلتي لهنا راك من ناس استاد بدارجة الحقيقيين، ما تنساش تدعمنا بلايك وبارتاج وشارك في القناة باش تبقى ديما معنا في جديد ملاعب المغرب. حنا معاكم ومن قلب الحدث.